إريترانا بتنعات تسيقفو هزبي زبل ما تكلم سندفو أبقو عزاب فتهم زي عنقفو سلزا حلال حقير بجاز حلفو والله لواكو زخاقير والله لواكو زمري وانا لواكو زمري وانا النتم هقرا والنتم زعبي وانا لواكو زهقير حديد كالسو اسلامي كستناي كيفني وانا لواكو زهقير مقالح مزمروم إرترا ولا تزغالي راديو سنيت إرتراويانيو راديو سنيت إرتراويان بحالة دليت فتحي إرتراويان كاب دياسبورا زفنو ناي راديو مدبيو. يعني ممكن الآن مجال الأسئلة مفتوح. ممكن سؤال باللغة العربية للأستاذ فتحي وسؤال بالتقرينية أيضا إذا وجد لأستاذ سنغال. يعني ممكن نستقبل الاتصال الآن. ممكن لحد ما يجينا اتصال لو عندك أي تعليق أستاذ فتحي تفضل. يعني كومنت خوبين فتحي قال لك أبتزبل كايا وسنغال حساب تيزمت عنا تلفونات مالتي. تفضل أستاذ فتحي. أنا أحاول النقاط أذكرها بالعربي ربما حتى تساعد. جميل. نعم. في الأستاذ سنغال ذكر المؤثرات والمحددات لعلاقات إريتريا وإثيوبيا، وارتكز على أنه هناك دوما مؤشرات إجبارية تجبر الدولة على مراعاتها في اتخاذ سياساتها الخارجية تجاه دولة واحدة، وهناك في هذا السياق ما يجمع إريتريا وإثيوبيا ويجبرهم على اتخاذ سياسات محددة مثل الجوار، التبادل التجاري والاقتصادي، الروابط التاريخية، مشاكل البيئة، الموارد المتاحة، والتصنيف الدولي للدولتين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والموقع الجغرافي الجيوبوليتيك أو الجغرافي السياسي. هذه كلها محددات أنه تجعل السياسة صناعة واعية وليست صناعة رغبات. يعني لسنا بما نرغب فيه بل بما مجبرين على اتخاذه. هذه هي الفكرة الأساسية، وهو يدعمها بمؤشرات أنه مثلا إثيوبيا دولة لاند لوك، لا منفذ لها إلى البحر، وهذا واحد من محددات سياساتها الخارجية وهمومها الأساسية، ولكن هذا المحدد لا يتم التعامل معه إلا وفقا لما هو سائد. يعني طبيعة النظام في إريتريا، طبيعة الشعب الإريتري، طبيعة التاريخ بين البلدين، طبيعة الحلفاء اللي موجودين لكل من الدولتين ودول الجوار، كل هذه تجبر الدولتين على. لذلك هو يصل إلى خلاصة إلى أنه السياسة الخارجية لإريتريا فيما يتعلق بإثيوبيا لا تتم إلا وفقا لتقوية مفاهيمنا ورغباتنا وتحديد قوانا. حتى التهديد الذي يأتي من إثيوبيا بابتلاع إريتريا لا يمكن التعامل معه في حالة الضعف، أو ربما تكون حالة الضعف هي اللي عملوا amplification، يعني تكبره وتجسمه وكذا. هذا هو ما يذكره، وهو يعتمد على مؤشرات يعني علمية أكثر منها يعني مؤشرات تلاقي الهواء وكذا، ويعتمد عليها في رصد ويحدد أنه في المستقبل حتى تكون علاقة ليس فقط بين إثيوبيا وإريتريا بل حتى بين دول الجوار، يجب الرصد العلمي يكون هو الأساس بتحديد متطلبات هذه العلاقات وتحديد ما هو الذي يمكن استفادته الشعوب، ماذا يمكن تستفيد من هذه. إذن المحدد النهائي بالنسبة لكل مجمل ما يقوله يجب أن يكون ما هو المستفاد من طبيعة علاقات إريتريا مع إثيوبيا أو مع السودان أو مع جيبوتي أو مع مصر. يعني الاعتبار لا يجب أن يكون هو بقاء جهة محددة في الحكم بقدر ما هو ما هي مصلحة. وهذه هي يؤشر على أنه الدول النمور الآسيوية ركزت على هذا المبدأ، ما هي مصلحتها في التعامل مع الصين أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى،
ولذلك نجحت في الأخير في أنها هي وأعتقد أنه هو يعني موفق في طرحه، لأنه المحددات الإلزامية لطبيعة العلاقات السياسية هي التي تجبر مخطط السياسة الخارجية على اتباعها، لكن هذا يلزم أيضا أن يكون مخطط السياسة الخارجية منفتح العقل والإمكانيات والقدرات يعني. فأرجو أن يكون هذا ساعد على الأقل في توصيل فكرة شكرا أستاذ أستاذ. نعم. في أخ كان متصل وبعدين انقطع، ممكن يتصل مرة ثانية. حدا يدوي له نيرو تغاريسو. طيب لحد ما يجينا اتصال استاذ فتحي عثمان، يعني اذا اعتبرنا اذا كان في تغيير الان في اريتريا، يعني في سؤال محوري الان عندما كنت يعني تقول الفرق بين المعارضه والمقاومه، تقدر باختصار تقول لنا ايش مصير المعارضه الموجوده في الخارج برايك يعني، وتكون معنا صريح يعني. البدايه حتى من مدخلي الى هذا الكلام هو اخراج العمل المقاوم في الخارج من حرف العين إلى حرف القاف. طيب. نعم، يعني حرف العين بالمناسبة حتى في تسميتك للأشياء كل دلالات هذا الحرف دلالة على الضعف والعمى من العين، العته والمعتوه والعماء، عدم المعرفة والظلام وكذا، والعاهة والعيلة، يعني كل هذه ارتباط حرف العين بها وحرف واشتقاق المعارضة بها. لذلك تسميتك لنفسك، نظرتك لنفسك، وتحديدك لدورك، يعني هذا مهم جدا. هذا الجانب النفسي الذي يقفل دوما يعني في تحديد الأدوار. إذا أنت يعني لم ترى في نفسك أنك مؤهل لكي تقاوم ولكي تبدأ ثورة فلذلك تظل دائما في القاع يعني. فهذا هو ما يحدث. أي تحدي يواجهه العمل المقاوم في الخارج الآن مرتبط حتى بالنظرة الذاتية وبتوزيع الأدوار وبما تريد. نحن نعرف الآن ما لا نريد. أي شخص إذا سألته هو يستطيع أن يشرح لك ما لا يريد في مجلدات، ولكن إذا سألته عما يريد يعجز عن هذا الشيء. التغيير في إريتريا هل يأتي بالمصادفة كما هو الناس تتمناه الآن، أم أنه هو يعني عمل مدروس؟ واحد من النقاط التي دوما أركز عليها ما هو الفرق بين الثورة والانقلاب. يعني الآن لو افترضنا هذه التسمية المعارضة حتى أصبحت يعني المعارضة الإريترية وكذا. المعارضة الإريترية هدفها الأساسي إزالة السياسة تحديدا. خلينا من النظام وهذا، لأنه إريتريا ليس فيها نظام سياسي. النظام السياسي هو وجود حزب ولجنة مركزية وجيش قوي وإيديولوجيا ومؤسسات. كوريا الشمالية نظام سياسي، الصين نظام سياسي، كوبا نظام سياسي. إريتريا ليست نظام سياسي. ليس هناك حزب، ليس هناك لجنة مركزية، ليس هناك إيديولوجيا، ليس هناك مؤسسات حتى للأدلجة وللدعاية. وزارة إعلام ما فيها إلا 3 مؤسسات أو 3 فروع. إذن نحن لا نتحدث عن نظام، لا نستطيع التحدث عن نظام في إريتريا. نتحدث عن فرد ومعه مستنفعين من وجوده. هنا تغيير هذا الحكم هو حكم فقط، حكم متسلط وليس نظام. واحد يعني أذكر في ندوة كنت في مقدمها في لندن قال لي يا أخي المعارضة اتفقت على أنه هو نظام في سنة 2011 في أواسا. هذا لا يلزمني. أنا قلت له لا يلزمني تعريف مثلا مؤتمر لأنه ما إريتريا نظام. ليس نظام. ما يوجد في إريتريا ليس نظاما سياسيا، نظام سيستم. وبعدين حتى كلمة نظام تشير إلى يعني شيء منظم. هل في إريتريا هناك ما يشير إلى أن هناك شيء منظم؟ إذا كان يعني أستاذ فتحي، نعم،
حتواصل انت، بس ناخذ مكالمه وبعدين تواصل ان شاء الله. تفضل. طيب تفضل، تقدر تسال استاذ. مين معي؟ مرحبا حسن معك. استاذ حسن، ايوه تفضل. الله يكرمك. انا عندي سؤالين، سؤال للاستاذ فتحي وسؤال للشنقال. طيب. السؤال الاول، الاخ فتحي ذكر انه قال المصطلح المعارضه هو خطا باعتباره يعني ممكن المقاومه هي اكثر فعاليه في مواجهه النظام. نعم. وانا اتفق معه انه المفروض نحن نعيش كثوره، والثوره هي مقاومه. جيد. لكن في ازمه الان ما بين دائما الانسان الشاب مثلا لو اخذنا العمر ما بين 18 لحد 40 بتلقى في حيويه وفي مقاومه وفي ثوران وفي عنفوان وفي فعل. بينما الانسان عندما يكبر ما بين 50 60 70 ما عنده اي حاجه للمعارضه للمقاومه. دي حاجه الناس تقولها بالبلاطه يعني، مع انه مع احترامنا كان في الثوره الاريتريه في ناس عمرهم 50 و60 هذول، لكن باستثناء يعني. طيب السؤال شنو يا اخونا حسن؟ السؤال. ايوه السؤال ما لازم اعلل. اي لا عادي. ايوه تفضل. انت علقت دقيقه، عاوز السؤال الان. معلش السؤال هنا، طيب كيف نوفق ما بين الان بين شباب عايز يقاوم، عايز يعمل، عايز يسور، نعم، وما في امكانيات وما في برضه ممكن التاهيل الجداري وكذا، ما بين مجموعات اصلا هي شايفه الموضوع موضوع معارضه وما اكثر من كذا يعني، الناس الكبار مع احترامنا لهم يعني. السؤال اللي فتحي شنقال ذكر ما قال ما بين 91 لحد 94 انه نورنا في الموضوع التبادل التجاري اللي هو مع اريتريا واثيوبيا. هل اريتريا الدوله المجاوره لها الوحيده هي اثيوبيا، ولا هو اصلا عايز يدسخ فينا المفهوم اللي عمله النظام، بينما مثلا ربط الاقتصاد الاريتري مع اثيوبيا التجاره ما بين اديس واسمره، بينما افتعل الحروب مع دول الجوار مع السودان من قرورة لحد محجر كلها حروب. طيب. والقمم ومناطق كلها كان فيها دمار. وكذلك برضو مع جيبوتي المناطق الاريتريين في البحر الاحمر كان يستفيد يبيع ويشتري من اليمن منه الى، وبعد مع عمليه حنيش يعني اصبحت برضو منطقه عمليات وحروب. وكذلك برضو جيبوتي مؤخرا، وبعد 2000 طبعا 98 2000 حصلت بعد مؤخرا، والان برضه الانفراج شفناه كيف كان بينما مقابل المناطق الاخرى. جميل. السؤال للسنقال. ايوه السؤال للسنقال. انا كنت اتمنى منه باعتباره هو كان شغال في تلك الفترات. نعم. اولا ينورنا بالشيء اللي حصل وبين الموارد بتاعت الدوله الاريتريه باعتبارها ما كانت تمر عن طريق البنك الوزاره الماليه، البنك عن طريق البنك الاريتري، كيف كانت تسير. هذا كتنوير، لكن ما يجي يبشرنا انه لماذا الرابط الاقتصادي الاريتري باثيوبيا فقط؟ هل هي اريتريا تمثل مثلا الهدف بارتباطها ان مع اثيوبيا وباقي الاقاليم ما لها معنى يعني اخ حسن السؤال لماذا انحصر التبادل التجاري مع اثيوبيا؟ ده هو السؤال صح؟ نعم. ومع انه مع الدول الاخرى كان فقط يعني حروب ومشاكل. ايوه حروب جيد. حروب يعني هو يعرفها. جيد خلاص شكرا استاذ حسن لحد ما نشوف. طيب استاذ فتحي، هو اخونا حسن بيسال يقول انه في شباب يعني بين 18 الى 40 سنه دول يعتبرون مقاومين ليس معارضين، وعندهم حيويه ونشاط ينقصهم الامكانيات. وفي ايضا قال المعارضه اللي انت ذكرتها، هو اول يتفق معك بالوصف اللي وصفته موضوع المعارضه والمقاومه، يتفق معك 100%. وفي قال طبعا بين 50 و60 الى 70 دول هم المعارضه اللي اصلا ما عندهم اي امكانيات وما يستطيعوا يغيروا. طب كيف نعمل يعني، كيف تصف الشباب الحيوي ده اللي قاعد يقاوم واللي ما عنده امكانيات يعني؟ ده تقريبا سؤال يعني. نعاها حنتي حط لها تكاتو سنغال تسمعنا لها سمع لهم بزعبا ايثيوبيا ايرتران كتجلس كلها ركبات سي اتي زياده متنا هبتاو ركبات زنبره ወይ ካት ማርኬ ዝነበረ ምስ ኢትዮጵያዩ ዳርጋ 65 ዲዩ ኣብ ስሳታት ኣቢሉ ምስ ኢትዮጵያዩ ነይሩ ኢልካ ኢትዮጵያ ጥራሕ ድያ ጎረቤትና ይዝብል ዘሎ ምስ ተኻልኦት ግን ክርእ ከለና ግን ብጀካ ውግእ እምበር ካልእ ኣይ ፖሊሲ ኣይነበሮን ዝውግእ እንታይ እዩ ትመልእኽቲ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ይዝብል ዘሎ እቲ ተሕቶ። ስለዚ ብፈትሒ ጀሚርና ድሕራይ ናባኻ ክንቅፅላ ኢና። ፈትሒ መጀመርታ تفضل استاذ فتحي. شكرا أستاذ حسن. النقطة هذه مهمة، وهي بصورة عامة هي دوما صراع العنفوان والحكمة. يعني
أنه يكون اندفاع الشباب وحكمة الشيوخ. هل هناك في حكمة في العمل المعارض؟ إذا كانت هناك في حكمة كانت تتجلى في نتائج مثمرة وكان يستفيد منها الشباب. الشباب يبحث عن قيادة حكيمة توصل إلى الأهداف، تنظم. حتى مرحلة اليأس واحدة من المراحل التي تدفع الشاب إلى الانقطاع. يعني مثلا الشاب يجب أن يكون عنده القدرة قبل الاندفاع على محاكمة ما يقدمه فتحي عثمان من أفكار. يعني اليوم فتحي عثمان يطلع ويتكلم في ندوة كذا كذا، يجب أن يكون للشاب القدرة النقدية اللي تقول أنه لا يا أخي ما يقول هذا الرجل ليس صحيحا ولا يمكن اتباعه في العمل مثلا. فهذه واحدة من الإشكاليات. الإشكالية الأساسية يجب أن يكون هناك تدافع داخل العمل المقاوم الإريتري. الشباب يجب أن يدفع الآخرين. ليست مسألة رغبات أو ما نطمح فيه أو ما نحبه، لا. من كان عمره 60 و70 وكذا يجب أن يزاح، ولكن الشاب لا يملك القدرة التي تؤهله لأن يكون بديل. لذلك تجد أن بعض الصناديق الحزبية وكذا والمؤسسات الجهوية أو كذا تستجلب الشباب، والشباب ينطوي لها ويدافع عنها أكثر مما يدافع عن أفكار عظمى وكبيرة مثلا. ليه؟ لأنه القدرة على تمحيص ما يطرحه الآخرين في العمل السياسي وكذا. لذلك دور الشاب يعني التدافع هذا حتى هو مجمد. يعني الصراع بين الشباب والقوة الشبابية داخل العمل المقاوم وكبار السن نفسه يعني ما واضح المعالم، لأنه الطرفين ضعيفين. هذا ضعيف بحسب السن وحسب التقادم، وهذا ضعيف لأنه لا يملك القدرات النقدية والقدرات الدافعة للعمل. لذلك تجده ينتمي لنفس المؤسسات أو الكيانات التي يؤسسها هؤلاء كبار السن، هؤلاء بدون قدرة نقدية على. لذلك يعني يحصل عندنا إعادة إنتاج الأزمة. صحيح أتفق معك أن الشباب يجب أن يكون، لكن السؤال هو كيف؟ يعني الآن الشباب يجب أن يدفع بالآخرين إلى الخارج. يعني هذه سنة الحياة وليست سنة العمل السياسي. العنفوان دوما يعني يتغلب على الحكمة في كثير من الأحيان. لذلك يعني يقول لك بين اكستريم اللي يسموه الحد الأقصى هو الطيش، والحد الأقصى للحكمة يعني أن تكون مقابل ذلك الطيش الحكمة، أو أن تكون هناك مزاوجة. لكن هذا يعيدنا إلى التفاعل السياسي الإريتري، أنه الشاب عنده إشكالات هذه تحتاج إلى ندوة كبيرة إلى أخرى. حتى أذكر أنه في جنيف في 2016 كانت في ندوة وطلب مني التحدث حول دور الشباب الإريتري. قلت لهم يعني أنا في موضوع أهم من ذلك وأريد أن أتحدث فيه، وهو ما هو دور القبيلة في التفاعل السياسي الإريتري، لأن هذا يغطي على دور. لذلك بعض الشباب يعني ينحاز إلى ما هو قريب وفي متناول يده دون أن يجد، وهذه طبعا مشكلة كبيرة تعيق العمل. لكن لو اتبعنا سنة التدافع في الحياة لكان من الطبيعي أن يستلم الشاب زمام المبادرة والقيادة. ولكن يجب أن نعيد النظر في هذا الصندوق الذي يضم الشباب وما هي مشكلاته بشكل موسع بنظر نقدي. يعني شكرا. أتو سينغال تحبتون عخاء أوراي يقني لي تحتو دارقان الصرسية انتهي لنيرسي قابتي اكسبورت زملكت راح سبعا كلتن مئتاوي سي مس إثيوبيا يري لني حجي انتهيو سلامتاي مس إثيوبيا خندو خوينو مس السودان 18 مئتاوي نيرو قاليس انت خوينا عنتو يفلطن قاليس كان كاو قاليس كان 18 خميتين مس السعوديه عرب 5 سنه اكسبورت زلو اب امبورت خنمص خلنا ግን اب امبورت خنمص خلنا مستيان زنبرنا 17 مئتاوي دارغا كباب مس نبره بدحريو تزعابيه زنبره تنكلت عدتات مس سعود عرب اماراتن ينير حجي امبورت نقبرو
ሃገራት ዓረብ ዝበዝሐ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያስ ኢንሲግኒፊካንት ነይሩ ኢትዮጵያስ ዳርጋ 5.6 ጥራሕ ኢምፖርት ንገብሮ እቲ ዝበዝሐ ካብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤሚራትን ነይሩ ሕጂ ብክስታይ ጌርና ይንወሰዶ ምክንያቱ ካብኡ ጥራሒና ኣቑሑት ከነእቱ ንኽእል ገሊኡ ሪኤክስፖርት ዝኸውን እዩ ንሳተን እውን ዘይፍረዮ ክኸውን ንኽእል እዩ ዓረብ ኤሚራት እንተደኣይልና ኣብኡ ኤክስፖርት ጌረን ካብ ኤሮጳ ዝመፀ ድሓር ካብኡ ከዓ ንሕና ንመፅእ ነርና ማለት እዩ እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ፍልልይ ጌርና ዶ እቲ መንግስቲ ትሲ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ሚዛን ሓልዩ ድዩ ዝኸይድ ነይሩ ንኩሎም ጎረባብቲ ብሓደ ዓይኒ ድዩ ዝጥምተን ነይሩ ንትብል ሕትኡ ናብኡ ገፃ ስለትኸይድ ናብኡ ክኸይድ እቲ መንግስቲ ንኩሎም ጎረባብቲ ብሓደ ዓይኒ ገይሩ ኣይጠመተንን ስለዚ ጉጉይ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ባጤራ ምስ ኢትዮጵያ ጥራሒና ሓደ ዓይነት ባጤራ ጌርና ንሰርሕ ነርና ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ነይሩ ናይ ግድነት ነይሩ ክሳዕ 1993-94 ኤሪትራ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ባጤራ ትጥቀም ነይራ ክልቲኡ ባጤራ ብወግዒ ዝገለፀቶ የዛረብ ዘለኹ ብወግዒ ክልቲኡ ባጤራ ኩሉ ባጤራታት ናይ ዓለም ከዓ ኣብ ኤሪትራ ከዓ ይሽረፍ ነይሩ ናይ ስዑድ ሒዝካ እንተደኣ መፂኻ ኣብ ኣስመራ ትዝክሮ እንተደኣ ኮይንካ ኣብ ድላይካ ቦታ ከይድካ ኣሽሪፍካ ዶላርካ ሒዝካ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዝነበረሉ እዋን ሪያሊስቲክ እንተደኣ ኮይና በዚ ሓደ ሸነኽ ባጤራ ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ብምግባሩ ኣዳልዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማናቱ ኮመን ካረንሲ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሱዳንን እዩ ነይሩ እተን ካልኦት ግን ብማዕረ ገይሩ ኣይጠመተንም ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ንብድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሌላን ጉሌላን መታን ከይንፍጠር ንኩለን ጎረባብትና ብሓደ ዓይኒ ክንጥምቶ ይግባአና እቲ ፖሊሲታትና ክንፀር ይግብኦ ግን ኤሪትራ ክሳዕ 93-94 ሰናይ ገዛ ኣደሳ ባጤራ ከዓ ክትገብር ኣይትኽእልን ነይራ ፀገም ነይሩ ስለዚ ናይ ግድነት ናይ ጎረባብትና ክንጥቀም ወይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ክንጥቀም ነይሩና ብከምኡ ጌርና ንሕሰቦ እቲ ካልእ ግን እንታይ እዩ ኤክስፖርት ካብ ሱዳን ናብ ኤሪትራ ክመፅእ ዝኽእል ስንታይ ነይሩ ሕጂ ናብ ኤሪትራ ገፁ ዝቐረበ ኢንዱስትርያዊ ትካላት ናይ ሱዳን የለን ታሪኻዊ ዝምድናታት ሱዳን ምስ ግብፂ እዩ ታሪኻዊ ዝምድናታት ጥራሕ ዘይኮነ ከማንሲ እቲ ፖለቲካ ተፅዕኖ ከማንሲ ሱዳን ካብ ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ናይ ግብፂ ዳርጋ ወፂኣ ኣይትፈልጥን ዝወፀትሉ እዋን እንተደኣ ኣሎ ኮይኑስ ናይ እዚ በሽር ዝነበረሉ እዋን ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥራሕ እዩ ነይሩ እንደገና ከዓኒ ናብቲ ዝነበሮ ገፁ ይምለስ ዘሎ ይመስል ሕጂ እተን ሃገራት ኩሉ ግዜ መሻርክቲ ኣለዎን ይኸዳየን ይፀላለዋየን ንሕና ብድሕሪ ሕጂ ንዝህልወና እንዲና ንዛረብ ዘለና ተማሂርና ካብኡ ብዝተኸኣለ መጠን ሻራ ዘይመሓዝ ንኩሎም ጎረባብትና ብማዕረ ዝጥምት ፖሊሲ ምህላው ኣባይታ ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ዝብል ግን ምስተሓወ ይሰማምዓሉ ኩናት ምስ ካልኦት ኩናት ኣትዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝብላ ግን ኣይተሰማማዕኩሉን ምክንያቱ ኤሪትራ መጀመርታ ምስ ሱዳን ኩናት ኣትያ ድሓር ምስ የመን ድሓር ምስ ኢትዮጵያ ድሓር ምስ ጅቡቲ ድሓር መባእስቲ ስኢና ጥራሓ ገዲፋቶ እምበር መቐፀለት ነይራ ተዳኺማ ጥራሓ ስለዚ እታ ኣብ ኩናት እቲ ፖሊሲ ናትና ዳርጋ ሓደ እዩ ናብ ኩሉስ ሓደ እዩ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ግን እቲ ፖሊሲና ሲ ንኩለን ብማዕረ ዶ ዘሳትፍ ነይሩ ዝኸልከል ዓዲ ኣይነበረትን እቲ ፖሊሲና ምስ ኢትዮጵያ ግን ዝያዳ ዘተባብዖ ናይ ሓባር ባጤራ ምንባሩ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ዝነበረ እውን ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ተፅዕኖ ነይሩ ምክንያቱ ፕሮሞሽን ምክንያቱ ካስተምስ ታክስ ኣይክፈለሉን ነይሩ ናብተን ካልኦት ሃገራት ዝኸይድ ግን ካስተምስ ታክስ ትኸፍል ትኮይንካ ቤሪየር ትፈጥር ኢኻ ስለዚ ኣብኡ እውን ኣሎ ከም ፋክተር ዝኾነ ኮይኑ እታ ክንመሃረላ ዘለና ግን እንታይ እያ ካብዚ ናቱ ዝበላ ኩለንተን ፖሊሲ ንገብረን ንኩለን ጎረባብቲ ሃገርና ብማዕረ ዘስተናግድ ምዃኑ ከነረጋግፅ ኣለና ናብ ትብል ስለ ዝኾነ ትታናቱ ሕቶ يقبل ثانك يو معنا الان الاعلامي والصحفي صلاح محمد زين معنا فمسانا حجي حاونا صلاح محمد زين قالتني مسانا له تفضل استاذ صلاح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام قاعدين يسمعوك تمام تحياتي لك استاذ عبد الكريم وتحياتي للزميل والاستاذ الدبلوماسي فتحي عثمان والاستاذ سنغال
ولزم الشكر في البداية لهذه الندوة ولمنظميها و حتى نباها أتو سنغال أنا صلاح محمد زي عامي ويكا قلت شفين عصبت شو متندي قلت عملت واحد عملت قبرها بلندن انيشيتيف اوف تشينج تراقبنا هو ذاكرين كميت بداي نايتي ولاتي استمروا شعوبيتي في ميتينجز على زمدنا مس إثيوبيا نيرو قرب الرأي خان الرأي استفلا نيرو قرب نشتي ناي إثيوبيا نيرنا شعوب دعوات سلام لو ما كمان كوز راح يكون مثلني حجي أنا خلتي كوتس قبل كاي خلتي قالت بالكاين ولكن بالديتيلز كم ترى زيقا بزوح زبلاني زي كوني مالتي عفتينا نقدي مس إثيوبيا كلتي بليون برزقون نيرناي كذا حراي أفتانا كرنس متيا ديات حتى قد متاكوت مباركة أفتانا كرنس متها أيتردد عنن إلتراسي ناتا كرنس كلواي نبرن دي تلزلقا ولا انتايو تنقر قرب زيا أبرك كتب لي كان نقر ميزان زي حلوي ميزان حلوي سوري ميزان حلوي خون حلوي كان مدي ميزان زي حلوي أفتشحو مالتي نفلتنا صاب زعام كاب زنبرة بإثيوبيا شو منيو من قصة ما بدأ زلون زنبرة زلون يهجي هجي من ميزان زي حلوي وي انتاي خنقول كلا انتاي نحن قبل زلنا حجسي انتاي زي conflicts between Eritrean Ethiopian بحرياوي مستيز نبرنا عبد الكريم زبرها 3 عامات تجزينا قدميه زي كونفليكت خصوصا يحجوين عطانا شركات من خدمتين كلنا دما عندما الناس حنتي خطن حتوتات زبلكايا تصعب تزغونوا حجرات سيمسهم شركات كنقبري بالنان زي أخطر عني قالتن أنا مش كم إرتراوي مش إثيوبيا مش قبسي ناشونال تيرست حقراو ربحان تلني نو إثيوبيا قبسي صلاحيتنا إثيوبيا يا سلازم مسعى زندنا كبت خويتا كلوني يقولوا مالدي زي بريها خدكم زين حتى تاتناتي منه يغنينا شكرا أستاذ صلاح حراي دحان كد من لاسكا تليفون سلازلاتني نقبل الو 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 اوكي اتو تنسى اخت سنغال كد تملس تخليها حراي بتاز قللت كجمر بتاز قللت سنتايلو مس إثيوبيا عب وطت مزلوا هجرات حسب سنغال حسب الو الو سلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل انا حتى نيراتني تفضل ده نمن يا محتوى حطها بزعبتي ناي إثيوبيا ناي إريترانديو هو زعبناي بحري زملكت صراحه هراي تزارب عاويل كزارب أو تيناي بحري زملكت انديو إثيوبيا غربابتا بزحات يوم جيبوتيا زي صومال الله السودان الله كلهم بحري زلوهم يوم جم غربابتهم إن إلترا تراي ديو نتي ناي عالم حقتات نتخبر وهم كمان إلترا ودبات تراي ساكت تقام تدلي وي حيلي ني إلترا تراي سلترخ بالله كم تقبل زلا اوكي نمنتا يعني ارترا راح نمنتا يعني ارترا راح تدفر اخات بالزلقه كالوت سالوا اللي بحري هو صومال الله خان جيبوتي تسمامعه بتنا
زحشو حقي نقدي مقبر تخيل يا تقبر الله بزيا السودان الله من السودان كمان كتقبر تخيل يا اكزاكتو بسومال الله هو بدلت بوتا مالتي جن تراي كزي ناي عصبن وي مسوعن ناتنا كنقبرينا زي فكرة كله مالتي انتاي يمصو زي كله مالتي يلا ترى لواتنا منقستي زكونة تعدية اوكي منقستي عالم زفلتا مالتي alright thank you thank you الو سلامات والسلام يا الو السلام عليكم مرحبا حبيبي وعليكم السلام انت كثير مثلك استاذ قال ثلاث يا تعرفه مزاجي تواصل كمان حدي قطاي حتى مالتي ذكرتي عطاني قال حونا بالسفر ليس زمدنا سبوق قون الله والسفر عليها قرات بلا قرم ግን ኣብና ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ወይ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣፈታት ሓሽግርናት ከመይ እንታይ ክመስል ይኽእል ምክንያቱ ምስቲ ስዑድያ ወደባትና ወደብናይ ዓሰብ ሒዛቶ ምህላዋ ብድሕሪኡ ኸ ምስ የመን ክንደይ ከምዝ የመን ንክህሉ ዝኽእል ዝምድናና ኸ ተኽእሎታቱ ማዕረ ክንደይ ክኸውን ይኽእል ነዚ ሕጂ ጋጢሙ ዘሎ ብናይ ኢትዮጵያ ድዩ ምስ ናይ ትግራይ ድዩ ነዚ ሕጂ ወፂኡና ዘሎ ናይ ኣፈታት ሓሽግርና ኸ ከመይ ክመስል ይኽእል መሰለት ክኾና ተሕቶ ሽኩራን ባረከ ላሁ ፊኩም حراي تسنغال تنحتوتات ناي صلاح ملسمو صلاح خملشي اب لندن تراخبنا نيرنا يدنا انا سمينار حنصا خغبر يخي دنبر ابتي ناي انيشيتيف زبلو زلو او تساتفكو اي مسلنن دحان كن ناي غزا ايوه تراخيبكم علىهم مچم هو صبو ابناي صالح كخيده بزعبا قبصي انا بزعبا قبصي انتهى زبلكو مس قبصي ركب كنقبر يبلنان متان ايثيوبيا خينه خريا ايبلكون وي انا خزارب كلخو تغاغيلخو قالات صبو غير ايمرصكن وي نسخ صبو غير كاي سمعخانن اتا انا زبلكو انتايو شاراخن حز يبلنان شارا محز كلتي زمدنا مغبار كاد نجر شارا زم ማለት ዘይብሉ ኾውናሎ ዝብልኩ እንታዩ ንዓና ንግብፅን ዘገድሰና ነገራት ረሓውን ሰራይ ግብፅን ኣብነት ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ ኤሪትራን ተኣደልያ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዝኾነት ዓዲ ንሕና ንደልዮ ኣገባብ ክንህብ ንኽእል ኢና ኣይ ንዓኹም ኣብዚኣ ወተሃደራዊ ማዓስከር መሃብ ግን እታ ምስ ኢትዮጵያ ዘላ ዝምድና ከተሕርፈፋያ ስለዚ ሞር ሓደጋ ይዝበፅሓኒ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይዓቢ ኢልካ ኮስት ቤነፊት ኣናሊሲስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ያዝበልኩ እምበር ኖርማል ዝምድናታት ክህልወና የብሉና ይበልኩም እዚ ሳልሕ ዝበላን ዝሓውና ሳልሳይ ሓታት ዝበላን ምስ የመን ኢሉና ኣብነት ንሕና ንስዑድ ዓረብ ኣብ ባፅዕን ኣብ ክሳይን ሂብናዮም ንየመን ይድብድብሉ ፅባሕን እኮ ንሕና ምስ የመን ሲ ኣሕዋትና እዮም መዛምርትና بعدو تاخذ أولوي كإندي يسألوا أنا أي ممرضكم أي محبكومن نيمن نخدبدبو أب إيران معسكر أي محبكومن سلام انتهي نتبل cost benefit analysis معناته تصبح نوكو مس أنا مس سعود كل عينة تبغى ركبات كلنا يدلي أتي مس شارع زي بقولو جم خون خلالو شارع زي بقولو انتهي مالتيو نعنا نعومن أبزر بحسرح نعنا نحنا كلتينا نجبرو جم نيمن يكون هاجر زحسن تدع خوينو جم صباح نكو حدقاتاتو يبزح سلازي كوست بنفيت اناليسيس غيري ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለዘበዝሕ ዝውዕል ኣትወን ይኽብል ይግባእ እንዴ ዝብዘለኹ እታ ቁም ነገር እንታይ ያ እንተ ደኣ ኦን ፒስ ሚል ቤዝ ክንሪኦ ፈቲና እዘን ሕቶታት ዝመፃ ዘለዋሲ ቆቆን ፅኢልካ ንናእሽቱ ኢቨንትስ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ኣነ ነቲ ዓብ ስእሊ ንርአ ዓብ ስእሊ ክንሪኢ ክንደሊ ከለና እንታይ ኢና ንብል መስለካ ዝምድናታትና ምስ ካልኦት ሃገራት ካበይ ምንጩ ብናተን ድሌት ዝብገስ እንድሕር ብናተን ድሌት ዝብገስ ኣሎ ኮይኑ ኒዮ ኮሎናሊዝም እዩ እንደገና ተገዚእና ኣለና ማለት እዩ
ስለዚህ ኤሪትራ ኣነ ክትኸውን ኤሪትራና ኣይደልያን ብናይ ካልኦት ድሌት ክትምራሕ ኣይደልያን እታ ንደልያ ኣነ ዝምናያ ኤሪትራ ብውሽጥና ክትምራሕ ብድሌትና ክትምራሕ ንባህግና ከኣኒ ተማልእ ክትኸውን ክትክእል ኣለዋ ስለዚህ ፖሊስታትና ካብ ውሽጢኦም ዝምንጭው ክንብል ክንደሊ ከለና ንሕና ሰላም ንደሊ ኤሪትራውያን ስለዚህ ናይ ጎረባብትና ሰላም ከዓ ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ንናይ ጎረባብትና ሰላም ዝሃሲ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ የብልና ሻራ ክንወስድ የብልና ኣነ ኢትዮጵያ ከይትጉዳእ ክትጉዳእ ኢለ ይኮንኩን ህዝቢ ኤሪትራ ግን ሰላም ይደሊ ናይ ከባቢና ዘሎ ሰላም ከኣኒ እታ ሲስተምስ ኣፕሮች ዝበልኳ እኳ ኣፍንጫ ይህረሞ ዓይነ ትነብዕ ስለዚ ተኣሳሲርና ዘለናዮ እዋን ስለዝኾነ ሲ ኩሉ እቲ ንሕና ንምናዮ ነቶም ጎረባብትና ኩሎም ከኣኒ ከምኡ ፅቡቅ ክንምነኽ ንክእል ጥራሕ ኢና ንህዝብና ካብዚ ዘለዎ መነባብሮ ናብ ዝሓሸ ክንወስዶ ንኽእል ቂምን ቅርሕንትን ኣብ ከብፅሓና ዝኽእል ነገር የለን ክደቑሰና ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ስለዚ ካብኡ ተበጊሰ ዝዛረብ ዘለኹ እታ ሓንቲ ወይ ዝበልካያ ኣብ ካረንሲ ክትመፅእ ከለኻን ኣብ ናይ ንግዲ ክትመፅእ ከለኻን ሚዛን ናይ ንግዲ ተማዛቢሉ ዝበልካያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሚዛን ናይ ንግዲ ዓዲ ብዓዲ ይዛናበል ስለዚ ምስ ተዛናበለ እንታይ ካ ትገብሮ ከተተዓራርዮ ክትክእል ኣለካ ፖሊሲታት ኣለዉ ንዕኡ መተዓራርይ ኣሜሪካ ምስ ጃፓን ዘለዋ ሚዛን ንግዲ እንዳበርትዕ ክኸይድ ክደሊ ከሎ ታሪፍ ትውስኸሉ ስለዚ ካብ ጃፓን ከም ዘይመፅእ ትገብሮ ምቻይና ከምኡ ትገብር ስለዚ ከምኡ እንዳገበርና ክንፃወት ክንክእል ኣለና ሚዛን ናይ ንግዲ እንተ ደኣ ተመዛቢሉ ኩሉ ግዜ ጥዑይ ዝኾነ ቀፃልነቱ ዝሓለወ ሳስቴይናብል ዝኾነ ዝምድና ንኸይህልወካ ዕንቅፋት ስለ ዝኸውን ቅድመ ምድለዋት እንዳገበርካ ኢንሽናላይዝ ብዝኾነ ኣገባብ እንዳገምገምካ ሓደጋ ከይመፅእ ከሎ ቅድሚ ሓደጋ ኢኻ ክትእርሞ ዘለካ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዓንቶ እንታይ ኢለ ንሕና ተኣኪቡ ዶላር ብር ኣብ መወዳእታ ቀይሩልና ምስ በልናዮም በዚ ሕዚ ንቕይረልኩም ኣይንቕይረልኩምን ኣብ ባእሲ ኢና ኣብ መወዳእታ እንታይ ኮይኑ ብር ክንልውጠልኩም ውዕል ነይሩና ድዩ ኣይነበረኩምን እንተተሰማሚዕኩም ባይ ዲፎልት ንሱን ድዩ እዚ ዝብል ኩሉ ምክንያታት ንባእሲ ንክስታይ ፈጢሩና ስለዚ ካብ ከምዚ ክንድሕን ክንክእል ኣለና ኩሉ ንገብሮ ዝምድናታት ሚዛን ንግዲ ዝሓለወ ምዃኑ እንዳረጋገፅና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ክብል ዝፈቲነ ነይረ استاذ عبد الكريم እታ ኮንፍሊክት ዝበልካ 30 ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ኮንፍሊክት ነይሩና ሰዋት ተወዲኡ እንጂ ሓሳብ ሴንጋል ካብ ኣውስትራልያ ሓደ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ድውለና ዘሎ استاذ جمال همت السلام عليكم مرحبا عليكم السلام اولا اشكركم لتنظيم هذه الامسيه الاكاديميه والندوه السياسيه المهمه جدا شكرا ماركيرات جمال همت كان يتصل هيا تفضل لحد ما يتصل جمال كان اتقطع صبو حج انت يزبل زلخو كلن زن حتاتات انت داري خان اتي ناي وصاي بوليساتنا زمدنا كاوشت زبغسه نربحه حزب اريترا انت يصبو اندابلنا نحسب اندي زول زلخو كلن زن حتاتات زمصا زلوا ግን ካብ ኤክስተርናል ንኣብነት ናይ ዝሓወይ ኢትዮጵያ ሲ ካልኦት ወደባት ኣለዋ ገለመለ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ተሓል ትደሊ ገለመለ ገለብለን ኣሎ ኣብ ሶማል ኣለዋ ኣብ ጅቡቲ ኣለዋ ገለመለ ሕጂ ንሱ እውን ትሕትኡ ካብ ደገን ውሽጢ ይመጻሉ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ክምልሽ ይኹን ኩናብ ዝመጽእ ዘለኹም ኣነ ዘገድሰም ዘሎ ታ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣሎ ብዛዕባ ወደብ ክዛረብ ክደሉ ከለኹ ሲ ወደብ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ንዝኾነ ሰብ ለተኣሎን ኢትዮጵያ ንዝኾነ ኣብ ረብሓ እንተ ውዒልና ጥራሕና መነባብሮ ህዝብና ንገብር ስለዚ ኢትዮጵያ ክትቆመሉ እንተ ፈቲና ወይነ ንጉድ ንረብሓ መነባብሮ ህዝብና ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልኮ ኣህጉራውን ሕልናውን ሕግታትን የገድደና እዩ ስለዚ ንዕኡ ተጠቂምና ንሕና እቲ ወደብ ንሰርሕ ወደብ ግን ከም ኮመርሻል ኤንቲቲ ጌርና ንርአዮ ከም ሓደ ዋኒን ጌርና ንርአዮ ከም ሓደ ምንጭ ናይ ሃብቲ ጌርና ንርአዮ ከም ሓደ ምንጭ ናይ ሃብቲ እዘን ወደብ ናይ ዓሰብሲ ኣብ ወተሃደራዊ ዕስክርና እንተ ጌርና እንዴን ዝያዳ ገንዘብ ክባና ዝኽእላ ዋላ ንኮመርሻል ተጌርና ከዛርበና ይኽእል ኾን ካካትዓና ይኽእል ኾን ኣብ መወዳእታ ግን
كوست بنفيت اناليسيو معر يخو اني حدغاتاتو حدغاتات كي كوميرشال انت جبرنا يدي ولا ميليتاري معسكرات انت جبرنا نحسب نباصعنك خغلغلنا زخه اينا زياده حدغاتات الله سلازي كل غزي طقمن حدغاتاتون اب قمتي اتيخا ايخا ناوساني تخيل سلازي انا انتي مبلكو تنقداموت كلته نإثيوبيا نبغس جيرنز تبغسا نخونتات ناي إريترا نعناس انتايو زتقمنا زبلاس بأن جيرم ريفريز جيرم لين تزخونو زيادة متردد أنا نيران زخونو خينو جن أنا انتاي زبل زلخو زيرة زمدناتاتنا كاوشت راح يخبز زلوا كاوشت يخبز زلوا نربح حزبنا هاجرن راح أبقى متيأتينا عن سرع نايت سالساي حاتاتي جرم مو انتي كجبر كخلالو نزبل نحنا كابزي منفسزي زلنا اوان لومي بورت عبد الله مخدو يخوليم نحنا قن نديريوم معناته نربحنا خنبل طرح يزبل زلو خاو يبقس لنا عسب زبل كايو مسنا يمن صقام الله تحطو قن انتايو دحر حجي طرحنا كابزي تماهيرنا دحر حجي كومو خيغاطم خنطنقا كنكلالنا نحنا دليت فتحي إريترا مستقاطعنا يا خاني نخالقت كبابتات نتم حزبتات زغود زبله زتغبره كله وسانيتات اندغنا كل سو خنكلالنا تشيك خنغبرو خنكلالنا نخلن بمعررينا شاراو زيكونه ግን نربح حزبن هاجرن زغلغل طرح ፖሊሲ خنكتلالنا مولكو حافشاوي ስለዝኾነት بخمزي اجر خدم دما أستاذ عبد الكريم مجاهد معي؟ نعم معك. خلاص الآن أسأل مباشرة معليش يلا تفضل. طيب الأول شكرا لكم حاجة على المبادرة المثمرة وشكرا لك أستاذ عبد الكريم وشكرا لضيفيك الكريمين أستاذ فتحي وسنغال. أنا عندي سؤالين لأستاذ فتحي. السؤال الأول من موقف خبر وفاة إسياس اتضح لنا إنه المقاومة زي ما قلت أنت إنه ما عندها ممثل في الداخل أو مؤيد يعني بيمثلها كسياسيا كده. طيب إذا ما عندها ممثل أو مؤيد في الداخل كيف حتعمل تغيير على الواقع الإريتري في داخل إريتريا وهي كلها مكونات مثلا أو مؤيدينها في الخارج؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني ما هي الخطوة المطلوبة حتى نرى تمثيل سياسي في الواقع الإريتري ولا حنقول ديمقراطي وتغيير إلى أن تزول الساعة؟ وشكرا لكم. شكرا حبيبي شكرا. أستاذ فتحي سمعت السؤالين؟ سمعت السؤالين. تفضل. قبل سؤالين في توضيح مهم. ما في مشكلة علق وجاوب على السؤالين. طيب التعليق هو المتداخلين وكل يتكلموا عن السياسة الخارجية لإريتريا وإن إريتريا دخلت في علاقات مع إثيوبيا وإريتريا دخلت علاقات مع السعودية وإريتريا. يا جماعة إريتريا ما موجودة في الصورة. لا يوجد ما يسمى بسياسة خارجية لإريتريا. كل من دخل في علاقات وعمل الأشياء هو فرد في إريتريا. نحن نتكلم عن سياسة خارجية لديكتاتور اسمه إسياس أفورقي. مصالحه وبقائه في الكرسي هو اللي يحدد مع من يعمل علاقات ومع من. ما في حاجة اسمها سياسة خارجية لإريتريا. إذا كنا نتفق إنه دي سياسة خارجية لإريتريا معناها نحن ما مقاومين للسياسات اللي قاعد يتخذها إسياس أفورقي. لسبب بسيط، السياسة الخارجية يجب أن تخدم المصلحة الوطنية للوطن، مش المصلحة الوطنية المصلحة العليا لشخص. إسياس لماذا اختار إثيوبيا كشريك مثلا من بعد التحرير إلى 98؟ لشيء يعلمه هو إسياس. نعم في روابط بين إثيوبيا وإريتريا بالذات الروابط الاقتصادية وبخاصة العملة، لكن هناك الروابط الخاصة بإسياس أفورقي. فلذلك لا نتحدث عن سياسة خارجية لإريتريا، يجب أن نتحدث سياسة خارجية لإسياس أفورقي تحديدا. إسياس إذا أراد أن يؤجر ميناء، إذا أراد أن يبيع سواقين إلى دولة من الدول الخليج هو اللي يقرر، لكن المصلحة العليا لإريتريا غائبة. لذلك يجب أن نكون حريصين وواضحين في تحديد الأشياء. إريتريا غائبة في سياساتها وعلاقاتها الخارجية. جميل مفهوم. إذا كبرها لأني ولا بتقرنيا أفرح بشكر لنا. حنتي
نطبي إريترا أبزمدنا من السودان أتيها من إثيوبيا مس قالي مبال حق نتزل له زربا يكونن هذا ناي وصائي بوليتيكا ناي وصائي بوليسي كل كذا نلعلاوي ربحت هاجر يوزقلقل كاب دحنا أن تساب عجي كموديو أب إريترا زكايات زلو إذا أكيد من اللي سلا لنا مجمرة ربحها حادة والكسبيات زكايات زلو يا إريترا هنا نريو زلنا حجي إريترا مس أمريكا زمدنا نيرو إريترا قال إريترا نبران وا أنت تقول لهم إريترا ده أنت نيرو ده أنت يتعجم نيرو سلمتها إننا نقاوم السياس يوزلوا السياس إمارات أنت دليو عسبي كاري الله نه إمارات أوتستين تدليهم ناي إريتراويان سدلهم قالي عصبات قالي أنت دليهم كا ناب قالي يسدهم إزاي ربحات هاجر إريتراديو إذا كن فلتا لنا أب دبلوماسي حنتي بيزالا فورين بوليسي مجمرة أن ربحات هاجر كجلجل على زكاة جنبرة نربحات إريترا زجلجل أهنا بران نربحات والقسب يوزي الجنيرو ندكتاتر إيساس أفوركي سلمنتاي قال يزيد أبا بحنقلو قبل بوكو تقول لكم نكتفلتوا سلمنتاي دا إثيوبيا مريضو سلمنتاي دا زي وقع لاعلو قال يزيد تاكسو زملوس حجي let's be fair إذا النقطة اللي ذكرها الأخ إنه عفوا يعني ممكن النقطة دي شوية سحبتني سؤالين ذكر سؤالين ايوه المقاومه في اريتريا اول حاجه يجب ان نضع ننظر الى ما يسمى استاذ فتحي. نعم خلينا استقبل الاستاذ جمال محمد من استراليا وبعدين ان شاء الله نعمل تمام. تفضل استاذ جمال محمد تفضل. اولا انا اتصلت لتقديم الشكر لكم لتنظيم هذا المنشط المهم وهذه الحلقة الحوارية يعني بيننا وبين ضيفين عزيزين أعتقد لهم أدواتهم وقدرتهم في توصيل أفكارهم بشكل جيد. شكرا جمال. أشكر العرض الذي قدمه الأستاذ الأكاديمي والسياسي سنغالو زيسنساي وسعدت جدا بالعرض السلس وبالطريقة الأكاديمية المدرسية التي قدمها للعلاقة مع إثيوبيا وشكلها الآن ومستقبلا يعني كيف تبنى هذه العلاقة. أشكر جدا أيضا الأستاذ فتحي لتقديمه لهذه الإيجازات والآراء في الأوضاع داخل إريتريا وتقييمه لمجمل عمل المعارضة بشكل عام. أنا سعدت بهذا المنشط اليوم وأتمنى أن تستمروا في ذلك لأنه مهم جدا. سعدت أيضا بأنه يعني يعني عدم وجود الترجمة يعني على الأقل أنا بما عندي من قدرة لفهم التجرينيا استطاع سنغال أن يوصل لي ما يريد إيصاله وأنا سعدت جدا بهذا العرض السلس. ما عندي تعليق لكن أقول أنا استفدت. أشكركم جزيل الشكر مرة ثانية ومزيد من مثل هذه الأنشطة. شكرا يا أستاذ جمال. عبد الكريم مصطفى يحييك من السويد أيضا. الله يخليكم وشكرا لكم مرة ثانية وأرجو إيصال شكري وتقديري. حاصل إن شاء الله حوصل إن شاء الله. شكرا جمال. السلام عليكم. مرحبا. طيب حونا جمال همت ناي أدوليس مربب حبريتا حلافي بتعمي يمسجنكم بفلاي سنغال زغرب كايو أكاديمي كاوزخوني أجابب بتعمي صفوف نيرو يمسجنكا نخمون حونا فتح عثمان نايلومي زغربكم مو بتعمي أمهارن أقداسن سيمينار يدبن نفس لازم كلكم يمسجنكم. الأستاذ جمال همت طبعا سمعتوه يشكر الجميع ويشكر الناس أداروا الندوة وأيضا حضروا للندوة الإدارة ويشكر أيضا الأستاذين سنغال وفتح عثمان على هذا التقديم الرائع. تفضل أستاذ فتحي. إذن بالنسبة لسؤال الأخ
اولا يجب مراعاة ان هناك فواصل يعني كأنها أودية. أول حاجة في الخارج بين الإريتريين في الخارج، الإريتريين في الخارج الناطقين باللغة العربية والناطقين باللغة التيغرينية كل واحد في وادي. صحيح. اهتمامات، الأفكار، المناقشات كلها هذه واحدة. اثنين، هناك ما بين هذا المكونين اللي في الخارج كمان مساحة بين كالأرض والسماء بينهم وبين الداخل. نعم. فلذلك لا يوجد علاقة ما بين الداخل والخارج. يعني لو كان في علاقة بين الداخل والخارج لكان استطاعت جهة محددة تأكيد إذا ما كان الأخبار التي ترد من أسمرة صحيحة أو خاطئة يعني. لكن ما في اتصال، ومن يدعي أنه والله يعني إحنا نعتمد على الداخل ولنا اتصال بالداخل تكشفه الأيام يعني. فلذلك يعني هذه حقيقة. كيف يتم التغيير؟ يتم التغيير أنه يجب أن نفهم ما هو الداخل وما هي مشكلات الداخل. أنا أقول الداخل في المعارضة والخارج في المقاومة. يجب أن تنمي حس المقاومة في الخارج لكي تنقل الداخل من المعارضة إلى المقاومة. يعني الآن إذا رفع السلاح ضد إخوانك وأهلك في إريتريا في مظاهرة من المظاهرات إذا تمت مثلا، ما الذي تستطيع أن تقدمه أنت يعني في الخارج إذا لم تكن مقاومة؟ لا شيء. لذلك يعني يجب النظر إلى أنه ما هو الداخل وما هي مشكلات الداخل. يعني أنا لماذا أقول الداخل في المعارضة والخارج في المقاومة؟ الداخل الآن يعبر عن مقاومته لإسياس ولنظامه ولقمعه عن طريق شيئين: أو السكوت والانتظار على ما هو عليه، أو الهجرة، مغادرة البلد. يعني الهجرة واحد من أشكال مقاومة الداخل. يعني الهجرة ليست يعني الناس تهجر نعم، لكن هي الواحد من الخيارات في رفض النظام عفوا الحكم في أسمرة هو خيار الهجرة، ترك البلد، يعني ترك البلد لهم. هذه الخطوة الذي يأخذها. كيف يتم تحويل مقاومة الداخل من الهجرة إلى رفع المنكر هذا عن طريق اليد وعن طريق اللسان وعن طريق هذا ما أتحدث عنه طول هذه الفترة. لذلك يجب نقل الداخل من المعارضة. نقطة أخرى أن الاستفتاء على أن الإريتريين يكرهون إسياس أفورقي هو رغبتهم في أن يروه ميتا. هذا استفتاء. يجب يعني إذا كان عنده شوية دم كويس تقول إن الناس تحتفل بموتك وتنتظره، يعني هذا كافي إنك خلاص يا عم حل عننا. يعني لذلك واحد أيضا من تعبيرات المعارضة المكتومة هو عدم رغبة الناس في أنها تكون محكومة بهذا الشخص يعني. لذلك أنا أتفق معك، يعني لا في اتصال بين الداخل والخارج، هذه حقيقة، ولا بين الخارج والخارج. ويجب الناس أن تعيد النظر في كيفية أداء عملها وتنظر إلى أول حاجة إلى ما هي وماذا تريد، يعني بعد ذاك تشوف يعني ما هي الإمكانية اللي ممكن تساعد على تغيير الواقع. أستاذ فتحي هو الآن يسأل برضو إيش الخطوات العملية الآن؟ يعني أنت الآن وصفت المعارضة والمقاومة وقلت ما في برضو في مشكلة العلاقة بين الداخل والخارج. الخطوات العملية الآن للمقاومة اللي سميتها اللي ممكن تؤثر وتجيب نتائج إيش هي مثلا؟ أعتقد أن المدخل الأساسي هو الوقوف مع الذات، عدم القبول بالمسلمات، عدم القبول بالأشخاص، عدم القبول بالأفكار. يجب أن نخضع كل شيء للمراجعة. معارضة، إيش معارضة يعني؟ أوكي، ما هي المعارضة؟ يعني ليس استحقارا للجهد الكبير الموجود في الخارج، لكن يجب النظر إلى تفكيك المفهوم نفسه. تفكيك ماذا يراد وكيف يراد، هذا مجهود يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تفكير وكل شيء. هذه الخطوة الأولى. ثانيا، هناك نقطة تدمر العمل السياسي في إريتريا منذ بداية الثورة إلى اليوم، اللي هي الابتداء من حيث ابتدأ الآخرون. نعم. هذا واحد من أكبر كوارث التفاعل السياسي في إريتريا. أنا لا أبدأ من حيث انتهت الجبهة الشعبية أو من حيث انتهت جبهة التحرير، ولا من حيث انتهى عبد القادر كبير وإبراهيم سلطان وولداب ولد مريم. أبدأ من حيث بدأوا، وكتبت أنا هذا الكلام من قبل، وهذا تتكرر. يعني اليوم إذا تم تنظيم ندوة أخرى، بدل ما تتجاوز ما قالوا فتحي وسنغال اليوم وتمشي خطوة أخرى، يرجعوا إلى نفس ما قيل مثلا يوم السبت 2 مايو. يعني
هذه واحدة من الكوارث الكبرى، أننا دوما نبدأ من حيث بدأ الآخرين. يجب علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. ثانيا، واحد من كوارث العمل المؤتمر، فكرة المؤتمر. الإريتريون لا ينجحون إلا في مؤتمر، وحتى لو نجحوا يعني كلنا عندنا تاريخنا هو عبارة عن مؤتمرات، مؤتمر عنسبة، مؤتمر أدوبحة، مؤتمر أواسا، مؤتمر تنقلحس. كل هذه يعني الآلية يجب أن نعيد النظر فيها، يجب أن نعيد النظر في مفهومنا، لأنه المؤتمر نفسه يعني ننظر له أنه هو أداة لاجتماعنا لحل المشكلة، بينما أن نأتمر هو أن نتجهز لأن يكون المؤتمر هو النهاية وليس البداية. دائما المؤتمرات عندنا هي البداية. يعني اليوم لو عاوزين نبدأ عمل أو خطوة محددة نتداعى إلى مؤتمر. يا أخي الناس ما بتدعي إلى مؤتمر إلا في نهاية، بحيث أنها توقع وتجيز وتنتهي من العمل. لكن نحن نستخدم آليات العمل التي تمت، مؤتمر لقاء بيت قرقيش ومنه أسحب إلى مؤتمر. أستاذ فتحي، عشان معي اتصالات الأفكار وصلت إن شاء الله، تفضل معي. تفضل يا أخ. مين من أستراليا أعتقد؟ تفضل. ألو ألو، السلام عليكم. الصوت ما فيه. لا لا. جميل جميل جميل، ما مشكلة. عندك أنت أخ سؤال فيه؟ نعم نعم. نعم إن شاء الله في ندوات قادمة. الآن هو بس يحتاج سؤال مباشر الآن. الحلول، أيوة أيوة، هو بدأ يقول الحلول من خلال الأسئلة، بدأ يقول. شكرا. نعم صحيح. مين الأخ؟ من الأخ الاسم مين؟ عامر صالح. كيف حالك عامر صالح؟ أبغى أعرفك أنا. نعم طيب أستاذ عامر، أنا حوصل لك السؤالين عشان ما عندنا وقت الآن، الناس قاعدة تتصل. نعم طيب مفهوم. صحيح. شكرا أستاذ عامر. شكرا أستاذ عامر. شكرا. أستاذ فتحي، واحد من أخونا عامر صالح حقوس من أستراليا يسأل، يقول يعني يا ريت تركز على الحلول. طبعا عرفنا الإشكاليات وهذه تقريبا معروفة. إيش هو الحل الآن يعني؟ بالنسبة لكاب أستراليا عامر صالح حقوس والسنغال بزيح بس جنكاتي ناتكا مدرة مالتيو قال أي نجار كايبل تركبات أمانجو حزباو جنبارن ويان تجراين زنبرن هاي قدم دحريو أب دحرنات سنة حزام مزموتوني إرترا نسيتي ركبات كتشيلي يزبل زلوا زريتو يزقل زلوا سلازي أب إرترا مسأتون ባህርያዊ ይኸውን ትርክባት ዝያዳ ምስ ኢትዮጵያ ኸውን ብምጣና ሃብታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ቕሲ ባህርያዊ እዩ ዝብል ዘሎ ሓውና ዓምር ዳርጋ ሕቶ ይኮነትን ግን ንሓውና ፈትዕ ዑስማን ግን ኣብቲ ፍትሓት ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ኣብኡ ተድሃብካ ይሓይሽ ዝብሎ ዘሎ فتقريبا مش اسئله هي فقط مداخلات يعني. سلازي انا اما ترشتا كلتا دقيق كبكومي خبرك يا سنغال خبرك زاناي استاذ عثمان زقربا ريتو نيرامو لا دحن كبكا عندي مترشتا كبكا اما ترشتا كلتا دقيق
تاخل تدقيق تتقمولات أنا تي مالتي تناتكم ككومنت توزد لها حنت دقيق كل تدقيق توزدات خليها سلازي شعو أنا تي خستاي كدمدم منتان سلازي بأخا جنب دحراي فتح عثمان إن شاء الله. بحاو أستاذ عثمان زقربا رئيت أسلز خونت رئيت يخبره with due respect جن يفعله تحطهم تايا إريترا لازلاس ولا إساس تزمدنا تات مسك أدم زنبلسي مس إساس ينيرو إريترا نبلنينا يزبل زلمو كم تعنتوي مساخز تزارربنا لا تمثل إثيوبيا زي فري بريس ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን የለን ምስተዋሃሃና ስንታይ ልካኒ በተዛማዲ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ድሓንታይ ተዓሪቃትና እቲ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ ተመዚኑ ክልቲአን is not free ኢለን ኣብ ሕጂ ኸኣኒ ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ዲዘለስ ዋላታ ኤርትራ ኣላ ሓደ ሕማቕ ስሱዕ ጨፍላቂ ብኢሳያስ ዝምራሕ ህግደፍ ዝበሃል ፖለቲካዊ ፓርቲዩ ነቲ ዓዲ ዘመሓድር ዘሎ ንትብል እንድያ حاجة أبزي بزح كراخرنا زلوا أي مثلاً مخنياتون تايا إذا دبلوماسي ديمقراطي إندكس بحالنا نايكل تشحن عسران ناي ديمقراطي إندكس أنت يحبرنا نهاجرات بسوسها ملك عتات جيري لأنه نهاجرات ناي عالم 4 درجات جيري فعليا أتي تريش هولد خاني ديمقراطي كان خطبها حنت عدي شمون تنت محمش تختار مارك خطر كبار وايبن إريترا خندي مارك رخيبة كل تنت بي 37 إثيوبيا خندي مارك رخيبة 3.44 سلازي إريترا كابتن حجرات علم تسري أنزلوا بتحتي بجرا مبل 15 أب ديمقراطي إثيوبيا خي مبل 25 أو إثيوبيا حاشة ديمقراطي اللواء مثلنا يخلون بدرجة مسمى قلنجن عبر 4 درجات هاتي زمقلن نزم عالم فول ديمقراطي زلون فلاود ديمقراطي زلون هايبريد ريجيم and authoritarian يبلن اتن authoritarian زبحال هاجرات اب عالم authoritarian كم زشفلاقتي كم زناي بعد هغدف نلو زلناسي 53 هاجراتين اذن 53 هاجرات اريترا اثيوبيا جيبوتي سعودي غبصي غلمنا كلهم زين ابزن 150 ابزن 53 هاجرات authoritarian ببحال سلازي نعاي كم سنغال أنا politician أكون politician أنتي يزدلي كل جزء populist خون يزدلي سبب الزولو يخزارب يزدلي أنا academician كوينا أقرب سلازدلي إريترا لا كم تن authoritative regions اللوا كم تن كانوا تهاجرات كم بعد قبسي 5 ساعات سعودي عرب كم بعد جيبوتي كم إثيوبيا إلى زريعة سلاز حقو تبقي سينة زمدناتات زقبر سلاز أبزي أنا فعلا مس حاو عثمان with due respect نابتا متقاليليت ازي زعدم كان بطعمي صبوقيو اتي صبوق نغرو انا نمكاتع زخون نطبتات عقريبه الى يحسب انا زقربكو لك الى يحسب ግን نختع نمزارب زخون نطبتات عقريبه خون تسفا قبر كل اريتراوي خمس زعمسله ختع كايد نتتحساسبنا على حد نممصا يطمنا حج انتايو كلن تنقفت زبحلا هاغراو حتوتات ديسكاس كنغبرلن كنكرالنا ناتنا اريترايان صقمنا انتايو تنقافيو غدفو اندابلنا نانحدو سلازي كم خون يبلون حتى قنقا حتى بهير حتى اوراجا حتى غلي حتى زمدناتات مسغله ملن دابلنا ديسكاس مغبر نت هاغراو سينيت بطعمي اتن احنا هاغراو سينيت لنا نحاسبو انتاي مسلكا اب تحت حنت تصدال مخف مبال ناي سبات متاخخات كم زناباجي اكب زبلا كم اكب تبلناسي حدنا زفطرنا يزمسلنا اتحساسبانا حد خون زلو سلاز نعو اتحساسبانا حد خون يلكم استفادالي ايتو زلنا سبات امصيكم نابزتا سلازقربكمنا يمسغنكم عبي حغازيو نتي حدنتنا اريترانم خوسكاس بطعم حغازيو ابركوتاي نيشتي خون خيريو عقمين استاذ سلازخونه طرحه Thank you Mr. Sengal. تفضل استاذ فتحي. ليش سوري علات اممراص تغاجن تخوينه كيف لوتكو زقيمكم موسوات انت داليوم كاني ابسيني استمهاركو ነገር كل جزء كتوص زربا جيركا توص خدخا يقرتا حتت ስለዝبحال كيف لوتكون
زقايمكم تدليني قالات صبو كمرز زغباني كيمرزكو تريفن تخويني يقرتا يا حاتت. اوكي ثانك يو مستر سنغال. تفضل استاذ فتحي. طبعا نجدد الشكر مرة أخرى. السؤال حول ما يجب أن يكون وما هي الحلول دوما هو يعني السؤال الملح. كما ذكرت في بداية الندوة أنه لست بصدد وضع يعني جدول للإشكالات وجدول للحلول، ولكن ما دمنا نتحدث عن الحلول فأنا أقدم يعني ما يجب أن يكون من وجهة نظري، لأنه أرى المشكلة كما تحدثت عنها، ويعني مسكت الناس يمكن فترة طويلة وأنا أتحدث عن المشاكل وكذا، فمن الواجب على الأقل. لذلك أشكر أستاذنا عامر حقوس من أستراليا لاهتمامه ومتابعته. أول أعتقد مدخل في الحل هو التحول من المعارضة إلى المقاومة، وضع مفهوم وعمل واسم المعارضة على جنب والتحول إلى المقاومة، والتفكير في أنه كيف تكون المقاومة بكل أدواتها وبكل. ثانياً الاعتماد على التراكم السياسي. يجب أن نبني بناء، لا يمكن أن تبني بناء بدون أساس، وهذه واحدة من الإشكالات اللي يجب أن نتخلص منها. نبدأ بناء تراكمي يعني يوفر لنا ما يسميه التقليد السياسي. لماذا نقول أن بريطانيا لها تقاليد سياسية؟ لماذا نقول الولايات المتحدة لها تقاليد في الحكم؟ لماذا؟ هل جاء من السماء أو وحي؟ لا، هي ممارسات الأفراد والاحتفاظ بها، ولكن هدم ما يبنيه الآخر بحجة إلغاء الآخر هذا لن يساعد أبدا في بناء أي عمل سياسي في إريتريا. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى التحول من المعارضة إلى المقاومة. النقطة الثانية الاعتماد على التراكم السياسي. نقطة ثالثة وهي التي تعيق العمل كله، ليس الهدف إزالة الرئيس من السلطة، هذا واحد من الأهداف. المقاومة يجب أن تقاوم ليس من أجل إزالة الاستبداد، لا، هذا واحد من المشروع. أزل الاستبداد نعم، لكن يجب أن تبني مجتمع جديد، وأن تقدم قيم جديدة، وأن تبني مؤسسات جديدة. هذا هو ما يجب أن يكون. لذلك بدأت أنا بأنه هذه خارطة الكنز، يجب أن نحصل على الكنز الذي ضاع منا، الفردوس المفقود هذا يجب العمل من أجل استعادته. ثانيا نلاحظ أن نحن نرجي، يعني من مشكلة المعارضة أو ما يسمى بالعمل المعارض هو إرجاء حل المشاكل لما بعد القضاء على هذه يعني لازمة للأولى اللي هي إزالة الرئيس من سدة الحكم والاستيلاء على السلطة. أنه العصا السحرية لكل حل مشاكل إريتريا هو الاستيلاء على السلطة. هذا أول الأخطاء. مشاكل حلول إريتريا تبدأ من هنا. واحدة من المشاكل كيف تبني الشباب يعني لأن يكتسبوا قيم سياسية وقيم بناء وقيم عمل. هذه لا تحتاج إلى استلام سلطة، لا، ليس مش ضروري أنك تكون رئيس حتى أنك تقنع الشباب أن هم يعني يأخذوا زمام المبادرة. وإذا كنت تنتظر إلى أن تكون رئيس كما نقول بالتقري يبل الله، يعني ما حتصل. فيجب أن يكون العمل الآن وليس لحد ما الواحد يصل إلى كرسي السلطة. إذا أنت وصلت إلى كرسي السلطة أول ما سوف تفعله أنك أنت ستعيد تكرار ما كان موجود. لذلك إذا سئلت كفتحي عثمان ما هي الحلول؟ أولا التحول من المعارضة إلى المقاومة رغم ما يكتنف ذلك من عذاب وألم وإلى آخره. الاعتماد على التراكم السياسي، ويجب أن لا يكون إسقاط النظام أو الحكم أو الشلة أو العصبة هو واحد من يعني هو الهدف الأساسي بقدر ما هو واحد من الأهداف، وأن نكون العمل في البناء من الآن وليس بعد الاستلام السلطة يعني. وهذا يعني يجنب الكثير منه. ولذلك إذا سئلت عن الحلول أعتقد أن هذه الحلول. يجي رأي آخر ويقول لك يا أخي والله أسمع الحلول هذه حلول تعجيزية، حلول صعبة وكذا ولا يمكن الأخذ بها وهذه ثورة وكذا. إذا كان ما في قدرة على أداء هذا الشيء فالله غالب، لكن بدون هذا لن يكون هناك أي تحول نحو الوصول إلى الكنز الذي
فقدناه والذي المفروض نبذل كل جهدنا من أجل استعادته. وأقدم شكري لكل الأخوان، وأعتذر كما أستاذ سنغال والدتنسي قال، أعتذر إذا كان بدرت مني كلمة أو جملة أو شيء، لأنه إحنا في موقف تفاعلي وكذا، فأرجو أن لا يساء يعني ما قلته. وإذا كان وصل الآخرين ما يمس شعورهم أو فهمهم لبعض الأشياء، لهم العتبة حتى يرضوا. وأشكر الأخوة في الحزب الوطني، وأرجو أن تكون هذه فاتحة لحوارات أخرى تركز على وضع الحلول للمشاكل التي تعاني منها. ولكم العتبة ولكم جزيل الشكر على المتابعة والتحمل أيضا. شكرا جزيلا. طبعا أول يعني أعتذر لكل الإخوة المتداخلين اللي ما استطعنا حقيقة بضيق الوقت أنه يعني يسألوا المحاضرين بتعمين دا نتم إقرين دا بولكي نتم تلفون دويلهم كنقبلهم زي كأننا بحسرتنا يجزيه مالتي. وحقيقة برضو أشكر كل من الأستاذ سنغال والأستاذ فتحي عثمان، وحقيقة كانت ندوة قيمة وندوة الناس فعلا الآن من خلال الاتصالات والكتابات اللي قاعد تصلنا إنه حقيقة الناس، وهذا هو نحن العنوان اللي عملناه فعلا، الوعي هو الضمان للتغيير يعني. وفتحي عثمان تناول هذا، الشباب إذا وعى وأيضا المجتمع إذا وعى إلى أنه فعلا تأتي المشتركات. بدون وعي لا يمكن أن يكون في تقارب بين الجهتين. الأستاذ فتحي اللي قالهم جهة اللي يتكلموا عربي وجهة اللي يتكلموا تجرينيا، كأنه نحن قاعد نتكلم عن دولتين. وهذا بالمناسبة يحتاج فعلا أن الناس تكثر من الندوات ومن المحاضرات، وده يولد وعي وده هو أصلا بداية التغيير إن شاء الله كما قال الأستاذ فتحي. وأنا بدوري أشكركم، وأشكر أيضا زملائي من ماليزيا، يعني في كوالالمبور وبيرمنغهام وستوكهولم وبرمنغهام وستوكهولم وكل المناطق، والسودان أيضا اللي كانوا شاركوا معنا من خلال تحضير لهذا البرنامج والندوة، وأيضا من خلال التقنية وكل الإسهامات اللي ساهموها. وحقيقة وأشكر كل المشاهدين اللي يعني شاركونا اليوم. ونحن إن شاء الله بهذا العنوان أن الجماهير هي ضمان التغيير، نحتاج أنه فعلا إلى وعي. وكان المفترض أن يكون معنا الأستاذ صالح قاضي جوهر لأنه يتكلم عن دور الشباب وأيضا عن السودان. كنا حنتحدث عن إثيوبيا وعلاقتها بإريتريا، وأيضا السودان وعلاقته أيضا بإريتريا، يعني فنحن إن شاء الله كل الجوانب حتى تكتمل الصورة ونأخذ صورة كاملة من المشهد. فإن شاء الله أيضا في الأسابيع القادمة على كل حال، أو المهم الفترة القادمة أيضا إن شاء الله نستضيف صالح جوهر بمحاضرته أصلا الجاهزة، كان من ضمن المشاركين. وإن شاء الله أيضا سنستضيف آخرين كما كنا نستضيفه في قناة أدال من قبل الجماهير الإريترية الشباب. ونحن حقيقة ما عندنا أي موضوع زي ما قال سنغال، ما نخجل من أي موضوع، وما في موضوع في إريتريا إذا كان يهم الشأن الإريتري نحن سنتناوله. نعم نحن تنظيم سياسي، ولكن هذا لا يعني أن نحن نشتغل بتنظيمنا ونشتغل بقدراتنا الذاتية. بالعكس نحن جزء من إريتريا وعاوزين نفتح المجال للكل. فنحن إن شاء الله كما عودناكم سنفتح المجال وسنفتح كل النقاشات يعني ما يخص هذا الوطن العزيز. مدرشتان تايد بزلخو مجمرتا بزح مسقانا نقايشنا ناتو سنغال ناتو فتحي عثمان بتعمي نايلو معلتي مدري أقداسن مستنقحتنا يزبنان نعو كب زبلني نيرو نمنتاي نحنا نقو حفاش وحس لو تقلنا نزتي مازي سمينا لنا نقحت تزيل لها أب هزبنا خا لو تخايلن ولا هاجر أمسي خاون كتواجع تقليها ولا هاجر سياس كويدون صباح نقول زخفة إرترا نحنا وناب زخفة إرتراون كنوزنا نخلينا نقحت تزيل نقحت نبرز لنا أمونقتي فتحي عثمان كقول تصنحه بزعبة خلت هزب وينا خوي نازل نهزب إرترا لومي عرب الزاربن تتقرينيا الزاربن بخلت إرترا الزارب سلازي نزي خلك قراربه تخوينا بزعبة هذا إرترا خن الزارب تخوينا نقحت كل اللو نقحت كا سئلك بشروحات زمت سايكونن كم ذا عين السبات مورات كاب كلتيو هاي مانوتات أمسيخا كاب كلتيو سفل عليه حسابات أمسيخا بزعبة إرترا خن الزارب تخوينا أوبن كوينا الزارب كم زي سنغال زجلس كايو أنا ومسحان له شجراتنا إرترا كله
بزعبا ቋንቋ ሽግር ኣለና ቋንቋ ብዛዕባ ቋንቋ ሽግር ክንዛረብ ኣለና ብዛዕባ አውራጅነት ሽግር ተወሎ ብዛዕባ አውራጅነት ናይ ኤርትራ ክንዛረብ ኣለና يعني مالتي سي نحن حفرلو ነገር የለም ሃገር ክንመርሕ እንተዳ ኮይና በሐንሳብ ኣብታ ሃገር እንተዳ ክንቀመጥ ኮይና ጥቅምታት በሐንሳብ እንተዳ ኣለና ኮይኑ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኩሉ ጉዳይ ሃገር ክንዛረበለና እዚኣ ተዕግበታትና ከምኡ ዕግበ ስለ ዘለና ኣብ ዝመጽ መደረራታትና ሳልሕ ቃድም ሳላ ኩሉ ነይርዎ ብዛዕባ ሱዳን ረክባትን ኤርትራ ክዛረብ ንስኻ ብዛዕባ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዛሪብካ ግን ሰለስተ ሰባት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝመጽ ዘለውን ሳልሕ ቃዲ ኮይኑ ካልኦት ከኖም ጾሚና ስለዚህ ነቶም ኩላኩም ሳይ ዝነበርኩም ለሚ ብፍላይ ኣሕዋተይ መሳርሕተይ መተሓግዝተይ ካብ ኩላውን ብራት ሒዙ ኣብ ማሌዝያ ክሳብ ሱዳን ኣብ ዛዓዲ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ቤርሚንግሃም ዝሓጎዙና ነዚ ዕዉት መዓልቲ ክገብሩ ካብ ብዙሕ እንዳመስገንኩ ስለዚህ ንኩሎም ከ ረመዳን ዘለዎም ረመዳን ከሪም እንዳበልኩ ክሳብ ዝመጽ ዘሉ ንራኸብ በታ ሰላም ዝየመርካ السلام عليكم ኢሎም ኣነ ይውዳእ ማለት እዩ